صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وآلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. عجل فما أبقى التصبر غير آهات جزوعة. كم ذا القعود يا فرج الله، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء. خيل العدا طحنت ضلوعا قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. ورضيعه بدم الوريد مخضب فطل مرضيع. طالت الغيبة والقلب فايض بالأحزان. تدري يا ابو صالح وش سوت العدوان؟ منكم خذوا حقكم ولا راعوا الوصيه، وهجموا على امك فاطمه الزهره الزكيه. كسروا ضلعها وخلوا دمعتها جريه. وحيدر علي قادوه وشبوا ببيت نيره. يا فرج الله عمتك زينب سبوها، وخيامكم بالنار يا حج احرقوه. وفوق الهزل والله نساكم سيروا. وزينب تنادي وين ابويا وين الاخوان؟ عجل يا ابو صالح وخذ ثارات الحسين. في كربلاء مطروح لا ناصر ولا معين. حزوا رقبته وحسينا، حزوا رقبته وخيلهم جت للصياوي. وفرت يتامى حسين وياها النسوة.
طالت علينا غيبتك يا ابن الزكية، ليتك يا ابو صالح تجي للغاضري، تعاين ابو السجاد على الغبر رميه، من حاله الشمان بالغبره مطاعي، وسيله وسيله له الدمع على خدودي، وسيله يا وغير حسين ما عدنا، وسيله متى يظهر ابو صالح، وسئله وقل له وش جرى بالغايه بالغاضريه. الامر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له. هذه الفقرات من دعاء الافتتاح. بلغنا الله وإياكم شهر الصيام في خير وعافية، وهو من المستحبات قراءته كل ليلة من ليالي شهر رمضان. هذا الدعاء يربطك بإمام الزمان، ونحن لا بد أن نرتبط بإمام زماننا روحيا ومعنويا، لأن الارتباط بصاحب العصر والزمان له آثار كثيرة جدا ذكرها العلماء في كتبهم. أولا، الإمام حي يرزق. الإمام والإمام الثاني عشر من أئمة الهدى، حي يرزق، مولود سنة 255 للهجرة، يرانا، أعمالنا تعرض عليه كما في الروايات يوم الاثنين ويوم الخميس، يعني ينظر إلى أعمالنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعيش الإمام الغيبة الكبرى، ونحن الآن نعيش في عصر الغيبة الكبرى. فما المطلوب من المؤمن في عصر الغيبة الكبرى؟ جملة من الأمور مطلوبة منه. أول هذه الأمور أن يبتعد الإنسان عما يغضب الله جل وعلا، جميع المحرمات، جميع ما حرم الله جل وعلا يبتعد عنها الإنسان المؤمن، وفي المقابل يؤدي العبادات المفروضة عليه. العبادات، أو بكلمة مختصرة، يبتعد ويتجنب المحرمات ويؤدي الواجبات. الأمر الثاني أن يرسخ هذه العقيدة في قلبه وقلوب أهل بيته، وهذه من المسائل المهمة، لأنه بعض أولادنا، بعض بناتنا ذول الصغار اللي يطلعوا ليلة النصف من شهر شعبان يناصفوا، صحيح قسم كبير يعرفوا، بس أكو البعض، احنا نتكلم عن البعض، ذول اللي ما يعرفوا شنو الليلة المناسبة، أنا واجبي أعرفهم. أوقف ويا نصف دقيقة بس 30 ثانية، قول لي الليلة مولد الإمام المهدي سلام الله عليه،
إمام من أئمة أهل البيت، الإمام الثاني عشر، بشر به رسول الله، حي يرزق، أبوه الإمام العسكري، أمه السيدة نرجس، يخرج آخر الزمان يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. نص دقيقة بس عرفه، على الأقل يطلع يناصف يعرف الليلة مولد إمام زمانه، لأنه المعرفة مطلوبة. يقول صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالرسالة نبيا لا ينفع عمل عامل منكم إلا بمعرفتنا. ما ينتفع واحد بعمل إلا بمعرفتهم. والمعرفة مو فقط معرفة نسبية، معرفة نسبية صحيح مطلوبة، لكن المعرفة هنا النبي يقول معرفة عقائدية إيمانية. أنا لما أعرف أهل البيت يعني أتبع نهجهم، أصير على سيرتهم وعلى خطهم، وآخذ أقوالهم وتوجيهاتهم ووصاياهم ونصائحهم، وإلا شلون موالي لهم؟ لاحظ، أنا لابد أن أنتمي إليهم انتماء حقيقيا، فآخذ كل أوامرهم وأجتنب نواهيهم. ده الإمام الصادق يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. فإذا أنا أرسخ هالعقيدة في نفوس أولادي وبناتي وأهل بيتي. المطلوب من المؤمن كما ذكرنا الارتباط روحيا بالإمام. عبر ماذا؟ ذكرنا دعاء الافتتاح، هذا لما تقرأ في شهر رمضان أو أنت جالس في المجالس وتستمع إليه، هذا يربطك بإمام الزمان سلام الله عليه. زيارة آل ياسين اللي تاخذ من الإنسان تقريبا 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق زايدة، زين، هذه سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. هذه مهمة الزيارة. ورد في الرواية: من أراد أن يتقرب إلى الله وإلينا فليقل سلام على آل ياسين. هذه الزيارة تتقرب إلى الله ولأهل البيت بها، هذه تربطك بإمام الزمان. دعاء الندبة يقرأ يوم الجمعة، صبيحة يوم الجمعة تقرأ، زين. إذا مثلا النفس أدبرت، لأن للنفس إقبال وإدبار، صحيح أو لا؟ الواحد مثلا يكون متعب كذا، ما إليه باله يفتح كتاب ويقرأ، شغل لك دعاء الندبة، استمع إليه وتمعن في فقراته، هذا يربطك بإمام الزمان سلام الله عليه. كذلك دعاء العهد يقرأ في صبيحة كل يوم، ورد أنه من قرأه أو داوم على قراءته 40 صباحا مخلصا، الإخلاص مهم، كتب من أنصار الإمام سلام الله عليه. زرارة بن أعين دخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له: يا زرارة، التزم بهذا الدعاء في زمان الغيبة. وش هو الدعاء يا ابن رسول الله؟ علم دعاء، قال له: هذا الدعاء لا تتركه في زمان الغيبة. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء حتى في القنوت تقدر تقرأ، قنوت الصلاة، زين، وتقدر تحفظه وتقراه يوميا، إضافة إلى دعاء الفرج مما يثلج الصدر والقلب. فعلا يفرح الإنسان أن بعض بناتنا وأولادنا دول الصغار حافظين دعاء الفرج. ممتاز ممتاز، شجع الولد. إذا جلك بابا تعال أنا حافظ سورة التوحيد، سورة الفيل، سورة كذا، حافظ الدعاء، لا ترد، استمع إليه، اسمعوا لأولادكم، هذا مهم. خله يقول، لأنه الآن فرحان حافظ الدعاء حافظ السورة، تشجع بعد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، هذا مهم.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ارتباط بالإمام سلام الله عليه. بعد حاول في كل يوم تسلم على إمام زمانك. إمام الزمان حي يرزق موجود يسمعك. خلصت الصلاة قبل لا تشيل التربة توجه إلى القبلة، وانت تجاه القبلة سلم: السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته. عندك حاجة قول: يا فرج الله أدركني. يسمعك الإمام. دائما توسل إلى الله بالإمام، اطلب حاجتك إلى الإمام، إمام الزمان. لاحظ كذلك ينبغي أن نعلم أولادنا وبناتنا تعظيم الإمام صاحب العصر والزمان. شوف أنت الآن من يذكر الإمام حطيت يدك على راسك ونكست براسك، هذا تعظيم، هذا عليه رواية عليه. علم أولادك هذا الأمر. دخل دعبل بن علي الخزاعي على الإمام الرضا عليه السلام فأنشده تلك الأبيات: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، إلى أن قال: خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. حط ايد الإمام على راسه، نكس براسه شوية وقال: اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. هذا أمر طيب وجيد وممتاز وحسن أن الولد يعرف. من يذكر الإمام حط ايده على راسه كما الكبار والآباء الآن. وهذا تعظيم للإمام، لأن الإمام موجود حي يرزق فهو يرانا، فهذا تعظيم للإمام صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الأمور المهمة اللي يذكرها العلماء الصدقة عن الإمام. بعض المؤمنين يطلع صدقة كل يوم جمعة، بعضهم كل شهر، بعضهم على فترات، على أي حال سواء طلعت كل أسبوع أو كل شهر أو في حاجة عندك ملمة مهمة، قدم إمام الزمان أول قدم إمام الزمان. لما تطلعها قل: أشتري بهذه الصدقة سلامة وحفظ الإمام صاحب العصر والزمان هو ومن معه والتعجيل في فرجه، ثم سلامتي وسلامة أسرتي. أول إمام الزمان. حاول دائما تقدم حتى في الدعاء. وإحنا كلنا عندنا حوائج وعندنا مرضى وحوائج متعسرة، الله يقضي حوائجكم إن شاء الله يا الله، حق الإمام صاحب العصر والزمان وحوائج المؤمنين والمؤمنات. بس من تقدم صدق، من تقدم إمام زمانك في الدعاء، زين إمام زمانك ينظر إليك تقضى حوائجك. الإمام الصادق عليه السلام فيما يروى عنه يقول: وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم. في ذلك فرجكم يعني على مستوى الحاجات، المرض، غير الأمور المتعسرة، هذه الله يفتحها إليك عن طريق الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فتتصدق عنه، تهدي بعض الأعمال له. الآن مثلا مقبل على شهر رمضان، قرأت ختمة، زين، بعض المؤمنين ختمة، ختمتين، ثلاث، أربع، اللي يقدر عليه يتوفق، زين، خل ختمة لإمام الزمان. ما تقدر ختمة جزء من القرآن، قول أقرأ هذا الجزء وأهدي ثوابا للإمام نيابة عن الإمام سلام الله عليه. هذا شقد عظيم يأنس الإمام سلام الله عليه، لأنك أنت الآن الإمام يعيش في قلبك، في بالك وفي خاطرك، مو ناسي إمام زمانك. أنت من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وإحنا ما نريد نموت ميتة جاهلية، لا، نريد دائما نموت ميتة ولائية على حبهم، مودتهم، ولايتهم، وعلى رضا الله جل وعلا، ورضا الله في رضاهم وولايتهم.
فإذا أنت لما تهدي بعض الأعمال هذه إلى الإمام سلام الله عليه، هذه لها آثار، هذه لها آثار. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يغتم الإنسان لفراقه ويحزن، ولهذا يخاطب أحد الشعراء يقول: طالت علينا يا فرج الله، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو. شوف الإمام يظهر له يوم لو لم يبقى، يقول النبي صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا من أهل بيتي اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يعني هذه حقيقة ثابتة، لابد أن يخرج الإمام، لكن متى يخرج ذاك علم من علم الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، نحن لا نعلم. بس أفضل الأعمال كما يقول صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وانتظار الفرج بالأمور اللي ذكرناها هذه كلها، بالأمور هذه، الارتباط بإمام الزمان سلام الله عليه. إذن يخرج الإمام، فالمؤمن لما تطول عليه الغيبة، له غيبة تطول كما تقول الروايات، يغتم ويحزن لفراقه ولغيبته. ولهذا تقرأ في دعاء الندبة: أين الطالب بذحول الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. من يطلع من مكة ويزور قبر النبي، قبر جد رسول الله صلى الله عليه وآله، وين يروح؟ يعرج إلى كربلاء، يعرج إلى كربلاء. بقية الله حجة الله الإمام، فيبكي. ترى الإمام يبكي على جد الحسين صباحا ومساء، صباحا ومساء، وبكاء عادي، مو بكاء عادي. اسمع وش تقول، يقول دعاء الندبة، دعاء: فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما، بدل الدموع دما. يعني الآن لما واحد يبكي دما يعني نشفت الدموع، ما عنده دموع، تقرحت الأجفان. وهذا اللي بين الإمام الرضا عليه السلام. تعال خل هذا الدعاء عندك: لأبكينك بدل الدموع دما، وخذها الرواية عن الإمام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا، أقرح الجفون، أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فيبكي الإمام على جد الحسين، يبكي على عماته، يبكي على عماته بنات رسول الله بالعراء، بنات زياد في القصور مصونته، وآل رسول الله في الفلوات، وآل رسول الله تسمى حريمهم، وآل زياد ربة الحجلات. علامة 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 راعي الثار ما يظهر، علامة وينشر لليتانون، علامة نسب متون عماته، علامة علامة بزيب ضرب زجر وسياط علو جميع. يلا ساعد الإمام، يسمعك الإمام، الله يقضي حوائجكم إن شاء الله ويشافي المرضى يا الله. بضرب زجر وسياط علو جميع. شبت النيران في الريح
للفضايا مخدرة واترك الخيمة ترى النيران بيها مسعرة للفضاء فري مايا احجوبها وتركها الخبا وادركي تامج تراهي مروعة ومسلمة ذيج مضروبة طفلها على الترايب تسحبه وذيج مسلوبة الستار بين العاد محيرة خلي الخيمة خذتها النار يا عزيزة علي عينك الله على المصايب راح عزك والولي كل صناديدك على التربان ما عندك ولي وبالهنادي جثته حسين الشهيد منذره وين تروح زينب ساعد الله قلبها محتارة حنت ونادت من الفجعة ومدمعها يسيل وين يا ظالم اروح وعندي بالخيمة عليه حجة الله شلون اعوفاه من المرض جسمه نحيل بالفضا غصبا عليا ايتام اخويا مطشره مدري اطلع للحريم الضايعه واترك علي لو اظل وياه واترك هالحراير تدولي لو اروح المعركه وانخذ ضياغ من هلي لكن شلون انتخي بجساد صرع على الثرى وزينبا هالحمل ما اقدر اشيله وين طاعون الحرب جابني بعزه وجلاله وعافني بديره ضرب ما يشوف ايتام اخوه اشحل عليها من الضرب بالشريعة توسد دراعه وتركني محيرة من قلة الوالي علينا يضربونا ونشقف بيدين والناس تتفرج علينا اخونا انقتل واحنا انسبينا ادرك تراتك ايها الموتور. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات بحقه وبه يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل أبصارنا بالنظر إلى وجهك. تفضل على المرضى يا الله بالشفاء العاجل والصحة والعافية، على الخصوص المتكلفين ومن هم في العناية المركزة يا الله فرج عنهم، تفضل عليهم بالصحة والعافية، شافهم بشفائك وعافهم من بلائك وداوهم بدوائك يا الله. احفظ جماعتي الحاضرين والمؤسسين والسامعين في أنفسهم وأهليهم فردا فردا، من كان في مجلسنا يا الله طالب حاجة اللهم اقضها ويسرها له يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اختم لنا يومنا هذا بخير وشهرنا هذا بخير وسنتنا بخير وعمرنا بخير. اللهم بلغنا شهر الصيام في خير وعافية لا فاقدين ولا مفقودين آمنين مطمئنين يا الله.
بحق محمد وآله الطاهرين، ووفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه. إلى أرواح موتاكم وموتى المسببين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. حياك الله يا ابو حسين، مأجورين مثابين معروف. الله يسلمكم، حياكم الله. سلموا على ابو فاضل، حياكم الله يسلمك. قال لي هو ما بيلحق بيجي، سلموا عليه الله يتقبل.